السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة بروماس كان الأوفياء لأول مرة كيشاهد القناة عندنا من لايك وتزورونا في القناة التي بعد ذلك كان عطاب ألقى كيفاش نتواصل معكم نخليكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. أما بخصوص الموضوع ديالنا هو تخصصات الدرك الملكي للإنثى. كما شفتم في الفيديو السابق اللي حطيته كان تخصصات الدرك الملكي الذكور. هنا غادي نسرد لكم تخصصات الدرك الملكي الإناث. كاين تخصصات كينقسموا لعدة تخصصات الخاصين تما بالإناث. بخصوص الإناث راه كيطلبوا واحد النقطة عالية ماشي بحال الذكور، لأن الذكور مهم واخا هكاك تكون نقطة هابطة على الإناث، لأن الإناث كياخذوا غير في واحد الفئة قليلة وكيبغوا نقطة عالية. أول حاجة كاين التخصص العسكري، تشمل هذا التخصص العسكري. أول حاجة هذا تخصص عسكري، ثاني حاجة القانوني، ثالث حاجة التقني، ثالث حاجة الإداري، ورابع أو خامس حاجة الصحة، وسادس حاجة التربوية. غادي نشرحهم لكم بالتفصيل. العسكري أو العسكرية تشمل هذا التخصص كل ما يتعلق بالجانب العسكري والأمني مثل الجنود والضباط والقادة ورجال الصف والفنيين والتقنيين بخصوص العسكري. القانونية تشمل هذا التخصص جميع المهن القانونية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية والأمنية، وتتضمن ذلك المحامين والمحققين والقادات والمدعوين العامين والمساعدين القضائيين. التقنية تشمل هذا التخصص كل ما يتعلق بالتقنية والهندسة ومثل المهندسين والفنيين والميكانيكيين والكهربائيين والإلكترونيين. الإدارة تشمل هذا التخصص كل ما يتعلق بالإدارة وإدارة المالية مثل المحاسبين والمدققين والمسؤولين عن الموارد البشرية والإدارة العامة. الصحة تشمل هذا التخصص كل ما يتعلق بالصحة والرعاية الطبية مثل الأطباء والممرضين والفنيين والطبيين. التربوية تشمل هذا التخصص كل ما يتعلق بالتدريب والتعليم مثل المدرسين ومدربين ومستشارين تربويين. هذو بعض التخصصات الأساسية التي يمكن العثور عليها في الدرك الملكي في داخل التكوين. هذو التخصصات ما غاديش تدفع تخصص من دابا ان قبل انت كمترشح كون ضد ما يمكنش تدفع. مثلا باغي نمشي للاداره، انا بنت وبغيت تمشي للاداره تشمل هذا التخصص كل ما يتعلق بالاداره والاداره الماليه مثل المحاسبين ومدقق. انا ما يمكنش، علاش؟ خصك تدخل مرحله التكوين. هما كيشوفوا دقه الذكاء ديالك وكيحطوك على حساب المنصب اللي تستاهل نتايا فيه. عطاوك مثلا الا كنتي كتستاهل المنصب ديال الاداره والمحاسبه والمدققين المسؤولين على الموارد البشريه والاداره العامه او القانونيه، تشمل لك واحد يقدر يحطوك في القانونيه. تشمل هذا التخصص جميع المهن القانونيه المتعلقه بالتحقيق الجنائي والامني، وتسمون ذلك المحامين والمحققين. يقدر يعطيوك التمريض، الصحه يعطيوك الصحه تكلف. تقدر مثل الاطباء والممرضين والطبيين تقدر تكون ممرض. بزاف ديال الاشياء بخصوص هذه الاناث. الشيء اللي بغيت نوضح لكم هادو هما التخصصات اللي يمكن لكم ديروا بعد ان شاء الله تقبلوا في المرحله الاخيره. كاين المرحله الاولى ديال المراحل الطبيه، المرحله الثانيه قبول ديال يصيفطوا لك الاستدعاء ديال 16 هي مرحله القبول. من وراها كدوز واحد التحاليل، دوك التحاليل الا تقبلتي من وراها الاخوات كيبداو السطاج ديالكم تقدر دير شي تخصص من هذا. والسلام عليكم، دمتم في حفظ الله ورعايته.